كتير مننا مر بالموقف ده قبل كده، تبقى قاعد في أمان الله وفجأة من غير ما تاخد بالك تلاقي فكره بتنور في دماغك بقوه لمبة ميت وات، وتحس إن الفكرة دي هتغير حياتك وتقول بس أهي دي الفكرة اللي بدور عليها من زمان. وبعد كام ثانية تلاقي الفكرة اتبخرت، ومهما تحاول تفتكرها ما بتوصلش، وتفضل طول اليوم فاكر بس إن كان في سؤال مهم جالك بس مش فاكر هو كان إيه. وبعد فترة وإنت بتعمل أي حاجة ملهاش علاقة بالموضوع، بتغسل سنانك، بتاكل واقف عند الشباك، تلاقي السؤال نط في دماغك تاني من غير مقدمات. فليه ده بيحصل؟ ليه الفكرة المهم بتظهر وتختفي وترجع تاني؟ علماء الأعصاب بيقولوا إن في حاجة في الدماغ اسمها شبكة الوضع الافتراضي، ودي شبكة عصبية شغاله في الخلفية طول الوقت. الشبكة دي بتشتغل وإنت سرحان أو مش مركز، يعني دماغك بيقلب في الداتا اللي جواها، يربط معلومة من هنا على معلومة من هناك، يفتكر ذكريات، يعمل سيناريوهات للمستقبل. وفي اللحظة دي ممكن تظهر فكره عميقه أو سؤال لولبي، وده بيبان عندك كأنها جت من العدم، مع إن هي نتيجة معالجة كبيرة بتحصل في اللاوعي. الفكرة اللي بتنور في دماغك بتطلع الأول في الذاكرة القصيرة، اللي هي زي كشكول صغير بتكتب فيه حاجة بسرعة وبتتمسح لو ما كررتهاش علشان يفضي مكان الجديد. والمفروض الفكرة لو مهمة مخك بينقلها للذاكرة الطويلة، وده اسمه الترميز. لكن العملية دي حساسة جدا، وأي حاجة بتشتتك بتبوظ النقل ده. موبايل رن، حد ندى عليك، إشعار جهلك، كنت هتقوم الحمام، كل ده يكفي إنه يقطع تركيزك ويفرغ المكان اللي كانت الفكرة واقفة عليه، فالدماغ يشيلها ويحط الجديد، وده اللي يخليك تحس إنها طارت. الباحثين بيسموا ده التداخل الرجعي، يعني معلومة جديدة دخلت مساحة اللي قبلها. الفكرة ما بتكونش ضاعت، هي أصلاً ما لحقتش تتخزن في الأرشيف، زي ما تقول كانت واقفة على الباب وما دخلتش. طيب ساعات بننسى الفكرة رغم إنها اتخزنت فعلاً، وده بيحصل بسبب مفاتيح الاسترجاع، ودي الحاجات اللي اتسجلت مع الفكرة، زي ريحه، المكان، صوت حواليك، لون كتاب شفته جمله، سمعتها، شعورك وقتها. كل ده بيتخزن مع الفكرة في فولدر واحد. فلو الظروف اللي حواليك اتغيرت فجأة بعد ما قمت من مكانك، استرجاع الفكرة يبقى صعب. مثال، انت قاعد في الصالة، لمحت كتاب أصفر، سمعت صوت بياع ربابيكيا، وشفت طيور مهاجرة، وفي وسط ده كله جات لك فكرة مشروع وانت مبسوط بيها. وأول ما تسيب الصالة وتدخل المطبخ وتقف قدام البوتاجاز، خلاص الظروف اتغيرت، فافتكار الفكرة صعب. ولما تفتكرها صدفة بعدها بيومين وانت سامع صوت البياع تاني، تلاقي الفكرة رجعت فجأة، لأن المفتاح اللي اتخزن معاها ظهر. بحث اتعمل سنة 75 على غواصين، خلوهم يحفظوا كلمات تحت المية، ولما اختبروهم تحت المية افتكروا كذا كلمة، لكن لما طلعوا البر واتغيرت الظروف افتكروا أقل من نصها. وكل مرة يعيدوا التجربة تطلع نفس النتيجة. كمان أوقات لما بنعصر دماغنا علشان نفتكر الفكرة بنصعبها على نفسنا أكتر، لأننا بننشط نفس مسارات البحث الغلط اللي مش بتوصل لحاجة. ولما نوقف البحث شوية ونتشغل بأي حاجة، شبكة الوضع الافتراضي بتشتغل وتدور هي على الرابط الصح، بعيد عن الضغط والتوتر، لأن التوتر بيزود هرمونات زي الكورتيزول، وده بيشوش مناطق الذاكرة زي الحصين، فتبقى شايف المعلومة زي الضباب. لكن لما تبقى رايق ودماغك هادي بتفتكر الفكرة أسهل بكتير. علشان كده أول ما تجيلك فكرة كبر دماغك وما تفكرش كتير، امسكها واكتبها فوراً، نوتو في إيدك، أبليكيشن ملاحظات، سجلها في ويس، أي حاجة، المهم تتسجل. لأن الفكرة اللي ما بتتدونش احتمال تضيع أكبر بكتير من الفكرة اللي اتمسكت واتحطت في مكان واضح. وفي النهاية لو وصلت لحد هنا يبقى أنت أجدع واحد. اعمل لايك وقول لنا في التعليقات أي سؤال بيدور في دماغك كده فجأة وعايز نجاوب عليه. سلام.